السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة يوميات أم رمزي من غزة. إن شاء الله يا حبايبي يومكم مبارك بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزي ما انتم شايفين في الروتين اليوم حجتكم اشترت كيلو ملوخية ب25 شيكل، بدنا ندوقها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واليوم حابة أقدم لكل متابعين قناتي، لكل مشاهدين، لكل حبايبي رسالة شكر وتقدير واحترام لكل اللي كبر قناتي، لكل اللي ساعدني في إن قناتي تتفعل. الحمد لله بفضل رب العالمين وبجهودكم وبفضلكم قناة الحمد لله تفعلت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه. ألف 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 شكر. والله مهما أحكي ما بعبر إلكم عن مدى حبي واحترامي وشكري لكل متابعين قناتي. ألف شكر إلهم، ألف شكر لكل اللي شجعني بعد يعني ما يئست وكنت بدي أوقف. شجعتوني وضليتوا معاي لحد ما خلتوني أوقف على رجلي، وقناة الحمد لله تفعلت. والله مش بشطارتي، لولا مجهودكم، لولا حبكم لحجتكم أم رمزي، لولا احترامكم لأمكم أم رمزي ما خلتوني أوصل هالمواصل. إن شاء الله يا رب هيك كله في ميزان حسناتكم. وشكرا للي بدعموني، شكرا للي بتابعوني، شكرا لكل يعني مشاهدين من كل أنحاء الوطن العربي. بشكرهم 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 والله في عيوني من جوا، لا في عيوني ايش، والله في قلبي من جوا، في أعماق قلبي، علشان أضل في قلبي أضمن لي، مش في عيوني، علشان أضل محافظة عليكم وتضلوا تتابعوني وتكبروا لي قناتي وتفرحوا حجتكم دايما أم رمزي وتطلعوها من الكابوس اللي هي عايشة فيه. والله لولا ربنا فتح علي بالقناة ما تحملنا اللي تحملناه. بتخففوا عنا، بتشيلوا عنا حمل كبير لما بتتابعوا قنوات أهل غزة. والله بتفرحونا، والله بتزيحوا الهم والغم من قلوبنا. إن شاء الله ربنا يفرحكم بكل إشي تتمنوا، وبكل إشي يدخل السرور لبيوتكم لقلوبكم. اللهم صل على رسول الله، صلونا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزي ما انتم شايفين اليوم حجتكم بدها تفرجيكم. صح فيش عندنا توم، في درس توم صغير حطيته علشان الملوخية ما بينفع تتاكل بدون توم. عارفين ان البلد عندنا مغلقة، لا في توم ولا في بصل، بس برضو بدنا نمشي وضعنا ونمشي حالنا. وهي الحجة قاعدة تحت أشعة الشمس وقبال حر النار علشان تعمل لأولادها ولأحفادها أكل، علشانهم متعودين دايما ياكلوا من إيدي. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله يا رب ربنا يفرجها علينا، وقريب أصور إلكم من بيتنا. وإن شاء الله استنوني في الأيام القادمة، حطلع إلكم أفرحكم، أطلع إلكم بث مباشر وقت ما الظروف تسمح، لأن أنا من خيمتي ما بقدر أنشر فيديوهات ولا بقدر أطلع بث مباشر. لا اللهم صل على رسول الله. النت عندنا يعني يدوب تتصفح عليه وأبصر، نشر أو بث مباشر ما بينفع إن نعمل. وهيك استوت ملوخيتنا ونزلناها. الحين بدنا نقوم نعجن ونخبز للأولاد خبز.
اللهم صل على سيدنا محمد. وبشكر كل متابعين قناتي. وينك يا بنتي يا نجاة؟ بالله طمنيني عنك. بشكر بنات نجاة طبعا من الجزائر. طمنيني يا بنتي عنك. ليش بطلت أشوف تعليقاتك؟ طمنيني بالله عليك، بس بدي أطمن عليك إنك بخير. وبشكر بنتي حبيبتي نجاة من السعودية برضو. إن شاء الله ألف فيك بركة وألف صلاة على رسول الله لكل اللي بدعمني، اللي بشجعني، اللي بفرح حجته أم رمزي. فرحوا أمكم أم رمزي. إن شاء الله ربنا يفرحكم بكل إشي، يسعد قلوبكم. ربنا يدخل على بيوتكم وقلوبكم السعادة يا رب. زي ما بتشوفوا كنت أم فؤاد الله يرضى عليها ويكرمها قاعدة بتعجن عشان نقوم نخبز خبز للأولاد. هيك خلصنا العجين، بنسيبها ترتاح شوي علشان نخبزها. صلوا لنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة على رسول الله هي سبب سعادة المسلم، هي سبب سعادتنا، هي سبب اطمئنان قلوبنا ونفوسنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهي زي ما انتم شايفين أم فؤاد الله يكرمها قطعت العجين بدها ترق. وبعدين الحجة ما بهون عليها أم فؤاد تقعد على النار. بقول لا يا بنتي، لا يا بنتي، أنا اللي بدي أخبز. أنا معلش متعودة وستة كبيرة بتحمل حر أو حرارة الشوب والنار. ما بهون علي خليهن يقعدن على النار. بقول لا، أنا اللي بقعد. إن شاء الله ربنا هيك يتم علينا وعلى كل أمة محمد الصحة والعافية وهداة البال. زي ما بتشوف صعوبة حتى في الحطب، حتى يعني كل حياتنا صعبة. إن شاء الله ربنا يعدلها ونرجع لحياتنا اللي قبل. حياة صعبة، حياة رعب، حياة خوف، حياة ما بتسمع إلا صوت القذائف والصواريخ بتترمى على خيام أهل غزة. والله يعني يعني مهما أحكي ما بعبر عن اللي بنشوفه وبنسمعه في هالبلد. إن شاء الله يا رب الفرج القريب إلنا. وإن شاء الله كل أهل غزة مستنظرين هدنة إن شاء الله تتحقق يا رب. ادعولنا 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 تضلها هدنة على طول، مش 60 يوم، تفضل هدنة على طول إن شاء الله. لأن تعبنا ما احنا قادرين، مش هنقدر نتحمل أكتر من هيك. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على دربه إلى يوم الدين. وزي ما انتم شايفين هاي خبز حجتكم زي الورد. ايش رايكم؟ اكتبولي في التعليقات ايش رايكم وخبز أمكم أم رمزي. صحيح بنتعب وبنتغلب، بس الواحد لما ينجز لأولاده وأحفاده إشي بفرح. صحيح بتعب بس بفرح. إن شاء الله ربنا يفرحنا بهداة البال إن شاء الله لكل أهل غزة يا رب. أنشر إلكم وأنا راجعة على رفح، حتى لو ما لقيت بيت أقعد أعمل خيم على ركام بيتي وأعيش أنا وأولادي بسلام، وننشر لكم إن شاء الله ونضل مستمرين مع بعضنا. بس بالله تنسوش حجتكم من المشاهدات ومن اللايكات. بوصيكم بالله من إيديكم الحلوة تحطوا لي لايكات، تكتبوا لي تعليقات،
لأني بفرح بيها، والله بفرح بيها، والله بتزيح الهم عن قلبي لما أقراها. وهيك انتهى روتيني معاكم، وهي خبزات الحجة أم رمزي زي الورد ما شاء الله علي، خبز حلو زي الورد. إن شاء الله يا رب ألاقيكم على خير، وشكرا.